ركنيه. مجموعه من اللاعبين في انتظار كعبي يتقدم نحو القائم الاول، تنفذ داخل منطقه الجزاء. جول 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 جول. أشرف حكيمي يزور الشباك التونسيه. المنتخب الوطني المغربي يضع الكره في الشباك. 1-0. اصرار الاسود، اصرار الاسود. هكذا يزهرون، هكذا هم حاضرون هنا بالمركب الكبير لمدينه فاس. اليوم تابعنا لقطه، تابعنا هذه الكره التي انتظرناها طويلا، انتظرناها طويلا. 1-0. اشرف حكيمي الفائز بدوري ابطال اوروبا، المتالق رفقه البي اس جي، عميد المنتخب الوطني المغربي. التموضع المناسب في المكان المناسب، وينهيها ويضعها في الشباك. 1-0. كرة مغربية في شباك تونسية، جات من ركنية يبدع من خلالها أشرف حكيمي، يضعها في الشباك، يحول مسارها نحو مرمى أيمن دحمان التونسي الذي استقبل هذا الهدف على بعد 10 دقائق على نهاية المباراة. 1-0 لمن تألقوا في المونديال، لمن يبحثون من خلال هذه المباراة ومن المباريات التحضيرية الإعدادية الودية أن يتألق أيضا في كأس الأمم الأفريقية المقبلة. هذا 1-0. وليد الركراكي اللي حاول ما يمكن أن يكون عنده حضور رفقة أتلتيكو بيلباو، كان قويا، كان حضوره. والآن مروان ينطلق، مروان سندي، ماذا يفعل؟ يمرر شمال اليمنى، تسديدة، جول 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 جول. سلم كعبك يا كعبي، وضع الكرة في الشباك، وضع الكرة في الشباك. 2-0 مغربية في شباك تونسية واضحة. جات كرة تمريرة من مروان، من سند المساند للأسود نحو أيوب الكعبي الذي تمكن من إمضائها، الذي تمكن من إنهاء ووضعها في الشباك. هذا ثاني هدف يجي في مباراة اليوم، وهذه صورة رائعة، صورة رائعة لهذه المعلمة الرياضية الفاسية الشاهد على ذلك. خطأ جاء من هذا المكان على مستوى المرور، الافتكاك السليم والانتقال بعد ذلك في كرة في الخط الأمامي، ويتمكن من تسجيلها ويتمكن من وضعها في الشباك. لاعب المنتخب الوطني المغربي اللاعب أيوب الكعبي. كرة نفذت بصورة جيدة وتم التعامل معها بالمقاس يا ناس.